السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أول دروس التاريخ، درس وحدة شعب. من عنوان الدرس: هل المصريين في بداية حياتهم كانوا شعب واحد وبيحكم حاكم واحد زي دلوقتي، ولا الموضوع في مصر بدأ إزاي؟ تعالوا بينا نتعرف على بداية الحياة في مصر من خلال درس النهاردة. مرت حياة المصري القديم بعدة عصور، واللي هنتعرف على جزء منها إن شاء الله في درس النهاردة، زي عصور ما قبل التاريخ والعصر العتيق. أما باقي العصور هنتعرف عليها في الدروس اللي جاية. بس قبل ما نتكلم عن العصور دي، لازم حضرتك كده تعرف إن الحضارة المصرية هي أول حضارة عرفتها البشرية. طب معنى إيه الكلام ده؟ طب نعرف الأول يعني إيه حضارة؟ الحضارة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا. التعريف تاني كده تعريف مهم. يعني ايه حضارة؟ هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا. باختصار كده، إن أي حاجة عملها الإنسان منذ بداية حياته استخدم أكيد فيها عقله، وكل حاجة قام بيها بتنقسم إلى حاجتين: حاجات كده بنسميها مادية وحاجات بنسميها أدبية. طب إيه الحاجات المادية؟ مثلا على سبيل المثال، قدماء المصريون قاموا ببناء الأهرامات. طبعا عشان يعملوا الأهرامات دي أكيد ما عملوهاش كده وخلاص، شغلوا فيها عقلهم. وعشان يبنوا الأهرامات دي أكيد فكروا بعقلهم كتير قوي ازاي يطلعوها بالصورة اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي. وبيستخدموا برضك للعقل، بنوا معابد وقاموا بنحت التماثيل وحاجات كتير قوي بنسميها مادية. ودي الحاجات اللي انت تقدر تشوفها بعينك بنسميها مادية. ولما تعرف مني ان شاء الله في اللي جاي ان المصريين قاموا بوضع القوانين لتنظيم حياتهم والحفظ حقوقهم، بالإضافة أنهم تفوقوا في العلوم المختلفة مثل علم الطب أو علم الكيمياء. لو جيت مثلا قلت لك تقدر توصف لي شكل علم الطب، هتقول لي علم الطب ده شكله عامل ازاي؟ معرفش. طيب هل علم الكيمياء هو كمان ليه شكل؟ لا طبعا ملوش أي شكل. طيب وضعهم للقوانين، تفكيرهم في تغيير شكل حياتهم، التفكير والعلوم ووضع القوانين وغيرها من الأفكار والحاجات دي كلها بنسميها أدبيا. يبقى التعريف تاني كده يعني ايه حضارة؟ هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا. نبدأ بقى بأول عصور عندنا اللي هي عصور ما قبل التاريخ. تعريفها سهل ومهم. يعني ايه عصور ما قبل التاريخ؟ هي عصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة. تاني كده، هي عصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة. وركز بقى في الكتابة، يجي لك في صح وغلط يقول لك ما قبل معرفة الإنسان للزراعة للمعادن للنار، أي حاجة غير الكتابة غلط. والعصور دي بتبدأ منذ أن خلق الله الإنسان حتى توصل إلى معرفة الكتابة عام 3350 قبل الميلاد. وقاف ميم دي قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام بحوالي 3350 سنة قدر الإنسان يتوصل لمعرفة الكتابة. وعصور ما قبل التاريخ بتشمل بقى العصر الحجري القديم، العصر الحجري الحديث، العصر النحاسي، عصر ما قبل الأسرات. نبدأ بأول عصر فيهم اللي هو العصر الحجري القديم، اللي بيمثل بداية الحياة في مصر. كان المصري القديم يعيش في هذا العصر فوق الهضاب، والهضاب حضرتك عارفها، كان بيعيش حياة غير مستقرة. وده أول سؤال بما تفسر في الدرس، وإجابته هتفهمنا يعني إيه حياة غير مستقرة. لأنه كان دائم التنقل مش مستقر في مكان واحد، فعشان كده بنقول حياته غير مستقرة، لأنه كان دائم التنقل. ليه دائم التنقل؟ لجمع الثمار والبذور وصيد الحيوانات والطيور. طبعا بقى في العصر ده الإنسان كان كل اللي بيعمله إن هو بيحاول يوفر غذائه، يجمع ثمار بقى وبذور، يصطاد حيوانات، يصطاد طيور، المهم إن هو بيوفر غذائه. طيب بالنسبة بقى للسكن، كان لما بيحب يرتاح ينام كده مثلا أو يقضي معظم وقته كان بيقضيه في حاجة كده اسمها الكهوف، زي ما حضرتك شايفها في الصورة، بتبقى فتحات في الجبل. كان يخش الفتحات دي تحميه بقى من البرد مثلا، من الحر، يحب إن هو يستريح زي مثلا الشقة عندنا دلوقتي، يبقى كان يسكن الكهوف. طيب الأدوات اللي كان بيستخدمها بقى، صنع أدواته من الحجر واستخدمها في الصيد. ما كانش قدامه غير الحجر، هو اللي بيتعامل بيه بكل حاجة، يصطاد بيه، يوقع بقى بيه ثمار من الأشجار وهكذا. طب في العصر ده اكتشف المصري القديم النار. طب ما النتائج المترتبة على اكتشاف النار؟ استخدمها في طهي الطعام. قبل كده كان غصب عنه بقى بياكل الثمار بقى، الحيوانات وغيرها زي ما هي، لكن لما اكتشف النار بقى قدر ان هو يستخدمها في طهي الطعام، يعني بالبلد كده يسوي الاكل اللي هو ياكله ده. يبقى ركز حضرتك كده ان في العصر الحجري القديم كان بيعيش فوق الهضاب، حياة غير مستقرة، كان يسكن الكهوف، صنع الادوات من الحجر، واكتشف النار. العصر اللي بعد كده عندي العصر الحجري الحديث. فضل الإنسان فترة عايش فوق الهضاب زي ما قلنا في اللي فات، لحد ما انتشر الجفاف فوق الهضاب. والجفاف برضو انت حضرتك عارفه زي البيئة الصحراوية اللي بيسودها الجفاف، كان بتسقط أمطار فوق الهضاب وكان النبات موجود بشكل مستمر، لكن انقطع المطر فانتشر الجفاف فوق هذه الهضاب، بالتالي بقى أثر بالسلب على النباتات
وكمان الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات دي، وهو شخصيا الانسان طبعا هيتضرر. طبعا ما فضلش واقف مكانه، ابتدى بطبيعته يتنقل من مكان للتاني لحد ما نزل عند وادي النيل. وده كده ممكن نقوله في شكل سؤال: ما النتائج؟ ما النتائج مترتبة على انتشار الجفاف فوق الهضاب التي كان يعيش عليها المصري القديم. هنقول كده: أدى ذلك إلى نزول المصري القديم إلى وادي النيل ومعرفته للزراعة، وأصبحت حياته مستقرة. يبقى الإجابة تاني كده: نزول المصري القديم إلى وادي النيل ومعرفته للزراعة وأصبحت حياته مستقرة. طبعا بقى بعد نزوله إلى وادي النيل أو نهر النيل استخدم مياه النهر وقام بالزراعة، ونتيجة بقى ان هو ابتدى ان هو يزرع غذائه بنفسه. طبعا مش هيسيب الارض اللي بيزرعها ويتنقل من مكان للتاني زي اللي فات، ابتدى ان هو يستقر جنب الارض الزراعية، فعشان كده بنقول اصبحت حياته مستقرة. طيب عند وادي النيل بقى مفيش كهوف زي ما كان موجود فوق الهضاب كده زي ما قلنا في اللي فات، فابتدى ان هو يبني المساكن. ده بالاضافه بقى ان هو صنع النسيج والملابس من الكتان، النسيج اللي احنا بنقول عليه القماش، والملابس كل ده كان بيصنعه من الكتان. لما ابتدى ان هو يزرع الكتان صنع الاواني الفخاريه، الاواني زي ما موجود قدام حضرتك كده في الصوره. ابتدى ان هو يبني المقابر لدفن الموتى. قبل كده حياته كانت متنقله، كان اللي بيموت منهم كانوا بيدفنوه وبيسيبوه وبيمشوا. لا، ابتدوا دلوقتي ان هم عشان مستقرين فابتدوا ان هم يخصصوا مكان كده يبنوا فيه مقابر زي ما حضرتك شايف كده في الصوره. ونلاحظ حاجه بقى ان ايه، لما عرف المصري القديم الزراعه انتج حبوب زي ايه بقى، زي القمح والشعير، وانتج الكتان، واهتم بتربيه الماشيه اللي هي البقر والحاجات دي، والاغنام والماعز. وعندما قام ببناء المساكن ظهرت حاجه مهمه جدا اللي هي الايه، القرى. هنتكلم عن القرى في اللي جاي، هنعرف ان هي تجمع عدد من البيوت. امتى ظهرت القرى؟ عشان السؤال ده مهم. ظهرت في العصر الحجري الحديث. يبقى في العصر الحجري الحديث تاني كده كان يعيش المصري القديم عند وادي النيل، عرف الزراعة، أصبحت حياته مستقرة، بنى المساكن، صنع النسيج والملابس من الكتان، صنع الأواني الفخارية، بنى المقابر. ده بالإضافة إلى ظهور القرى في العصر الحجري الحديث. عند العصر اللي بعد كده العصر النحاسي، واللي ليه اسم تاني عصر استخدام المعادن. في العصر ده بقى أصبحت حياة المصري القديم أكثر استقرارا، والدليل على كده حيث فرش المصري مسكنه بالحصر والأسرة الخشبية غير المرتفعة ووسائد من الجلد. البيت نفسه خير دليل على التطور اللي هو بقى فيه حصر في البيت. حصر دي من كل يعرفه، اللي ما يعرفهاش حاجة كده عاملة زي السجاجيد بتبقى موجودة في الأرضية. الأسرة الخشبية، الأسرة اللي هي جمع كلمة سرير، مش أسرة خشبية اسمها الأسرة الإيه؟ الخشبية غير المرتفعة. سرير طبعا مش عالية زي اللي موجودة دلوقتي. وسائد من الجلد، وسائد اللي هي المخدات كانت بتبقى معمولة من الجلد. بنى مسكنه من الطوب اللبن. ركز في حاجة، في العصر الحجري الحديث قلنا إن هو بنى المساكن من غير ما نحدد بناها بإيه. هنا بقى بنقول بنى مسكنه من الطوب اللبن، عشان ما يجي يسألني كده يقول لك بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن في أنهي عصر، هنقول له في العصر النحاسي. صنع أدواته بقى من المعادن والحجارة والخشب والعاج. لما اكتشف المعادن ابتدى بقى يستخدمها في صناعة أدواته. مش معنى كده ان هو اهمل الحجارة، لا، الحجارة برضك ابتدى يستخدمها في استخدامات معينة كده، بالاضافة برضك للخشب والعاج. العاج زي ما موجود قدامك كده في الصورتين دولت، العاج اللي هو السن اللي خارج من الفيل ده، وبرضك كان بيتم جمعه. طبعا كان بيتم صيد الفيل وبعد قتله والكلام ده كانوا بياخدوا العاج ده بيعملوا منه ادواتهم. استخرج المصري القديم النحاس من شبه جزيرة سيناء، عشان لما يجي يسألني النحاس تم استخراجه منين، هنقول له من شبه جزيرة سيناء. في العصر النحاسي برضك ظهرت بعض العبادات مثل تقديس بعض الحيوانات. ركز بقى في الفروقات اللي ما بين الثلاث عصور. في العصر النحاسي هنا قلنا ان حياته بقت اكثر استقرارا، بنى مسكنه من الطوب اللبن، صنع ادواته من المعادن، استخرج النحاس، وظهرت العبادات. نيجي لاخر عصر في عصور ما قبل التاريخ، وهو عصر ما قبل الاسرات والتدرج نحو الوحدة السياسية. ده بقى هيجاوب لنا على سؤال قلنا في بداية الدرس كده: هل الشعب المصري كان شعب واحد؟ كان كل اللي موجودين في مصر من بداية حياتهم كده بيقولوا احنا المصريين والكلام ده، او كانوا شعب واحد؟ الموضوع بدأ ازاي؟ عندك مرت البلاد بعدة مراحل لتحقيق الوحدة السياسية. طبعا استغرقت سنوات طويلة، وهذه المراحل بدأت بقى بأول حاجة عندنا نشأة القرى. قلنا القرى بدأت امتى؟ في العصر الحجري الحديث، لما ابتدى الإنسان يزرع الأرض استقر جنبها وبنى المساكن، فبيت جنب بيت جنب بيت، مجموعة بيوت مع بعضها كده بنسميها القرى. ممكن يقول لي بما تفسر نشأة القرى، هنقول بسبب تجمع عدد من البيوت. طيب بعد أن استقر المصري القديم بجوار نهر النيل زي ما قلنا، تعلم الزراعة، شيد أقواخا وبيوتا صغيرة بجوار الأراضي التي زرعها، ومنها تكونت هذه القرى. وكان بقى بيميز كل قرية وجود معبود خاص بها، حياة التعاون بين سكانها.
المرحلة التانية من مراحل الوحدة اللي هي المدن. أول حاجة القرى، تاني حاجة المدن. المدن إيه سبب نشأتها؟ ظهرت المدن نتيجة اتساع القرى وكثرة عدد سكانها، وكان لكل مدينة حاكم يرعى مصالح شعبه ويتم اختياره من بينهم لحاجتهم إلى نظام يحفظ لهم حقوقهم، يعرفهم بواجباتهم، يحدد التعامل مع الآخرين. طب إيه بقى معنى الكلام ده؟ عند كده المصريين للأسف في الفترة دي ما كانش لسه فيه بقى قوانين ولا القصص دي، فكان القوي بيجي على الضعيف. ابتدوا ان هم يختاروا حد قوي ما بينهم كده يكون قائد عليهم، يحفظ ليهم حقوقهم ويعرفهم واجباتهم، يعرفهم ايه اللي مطلوب ان هم يعملوه، ويحدد التعامل مع الآخرين. التعامل مع الآخرين يعني اللي يرتكب خطأ في حق التاني هيبقى عقابه كذا، فده اللي بنسميه يحدد التعامل مع الآخرين. بالإضافة كده إن كل مدينة كان ليها سور يحيط بها ليحميها من الأخطار الخارجية. برضك معبود خاص بكل مدينة مهام الإشراف على ما يجاورها من القرى. يبقى العامل المشترك كده ما بين القرى والمدن إن هنا بنقول في معبود خاص وهنا بنقول معبود خاص، لكن في المدينة قلنا إن في حاكم يرعى شؤونها. بالإضافة بقى اللي احنا قلنا كده إن كل مدينة كان ليها سور يحيط بها ليحميها من الأخطار الخارجية. كل مدينة، دي عادة المدن القديمة، كانت بتبقى محاطة بأسوار عشان تحمي نفسها من أي اعتداء من مدينة مثلا مجاورة ليها أو كده. زائد بقى إن كل مدينة كان ليها معبود خاص بها، وكل مدينة كانت بتشرف على القرى الخاصة بها. يبقى زي ما قلنا كده القرى عبارة عن تجمع عدد من البيوت. بنقول إن المدن نشأت نتيجة اتحاد القرى أو اتساع القرى وكثرة عدد سكانها. عندي بالنسبة لتالت حاجة بقى الأقاليم المستقلة. نشأت الأقاليم المستقلة نتيجة تجمع كل من القرى والمدن. يبقى ركز بقى في الترتيبة دي عشان صح وغلط. القرى عبارة عن عدد من البيوت، طب المدن عبارة عن عدد من القرى، طب الأقاليم المستقلة هي عبارة عن عدد من القرى والمدن الاتنين مع بعضهم. كان لكل إقليم حاكم يرعى شؤونه. كل مدينة زي ما قلنا في اللي فات كان ليها حاكم، والإقليم برضو اللي هو بيضم مجموعة من المدن بحكامها كان ليهم حاكم أكبر اللي هو حاكم الإقليم. الحاكم ده كان بيختار مدينة يبقى موجود فيها كانت تسمى العاصمة، فعشان كده بنقول إن كان لكل إقليم عاصمة خاصة به وجيش يحميه. بالإضافة برضك للعامل المشترك ما بين الثلاثة معبود خاص له شعار من الطير أو الحيوان أو النبات. فضلت مصر كده متقسمة لعدة أقاليم، كل إقليم كده ليه حاكم وليه جيشه وليه دنيته كده مع نفسه. وللأسف برضه كان بيبقى فيه صراع ما بين حكام الأقاليم، حاكم الإقليم ده عايز يستولى على الإقليم اللي جنبه وهكذا، لحد ما تيجي بقى أول محاولة لتوحيد مصر عندما تمكن أحد حكام أقاليم الوجه البحري من توحيد كل أقاليم الدلتا في مملكة واحدة عرفت بمملكة الشمال. ثم اتسعت الوحدة فشملت مصر كلها عام 4242. وده تاني تاريخ عندي مهم في درس النهارده وممكن تحفظه كده 42. وبعد ما تمكن هذا الحاكم من توحيد الأقاليم الوجه البحري أو اللي هو الدلتا في مملكة واحدة عرفت بمملكة الشمال، اختار مدينة من المدن اللي هي مدينة أون أو اللي بيتقال عليها اسم تاني هليوبلس اللي هي عين شمس حاليا اللي موجودة في القاهرة، عاصمة موحدة للبلاد. يبقى برضو الوحدة الأولى دي مهمة، من قام بها نقول أحد حكام أقاليم الوجه البحري. طيب تاريخ الوحدة كان عام 4242. طيب عاصمة الوحدة الأولى أو أول عاصمة لمصر بنقول مدينة أون. لكن لم تستمر الوحدة الأولى طويلا، فقد انقسمت البلاد إلى مملكتين هما مملكة الشمال ومملكة الجنوب، بعد ما قدر أحد حكام الأقاليم إن هو يوحد أقاليم الدلتا يكون مملكة اللي هي مملكة الشمال، وبعد كده دخل على الجنوب ووحد مصر. انقسمت البلاد بقى المرة دي إلى مملكتين، ملك في الشمال وملك في الجنوب، فعشان كده بنقول مملكة الشمال ومملكة الجنوب. طيب بالنسبة بقى لمملكة الشمال ومملكة الجنوب هنقولهم في شكل مقارنة. المقارنة دي مهمة ومن الحاجات الأساسية في الامتحان، وافتكر الكلمة دي. عندي بالنسبة لمملكة الشمال اللي بتمثل الوجه البحري، ومملكة الجنوب اللي بتمثل الوجه القبلي، طبعا وجه بحر دلتا ووجه قبلي اللي هو وادي النيل. عندي عاصمة مملكة الشمال مدينة بوطو اللي هي تل الفرعين حاليا مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. أما بالنسبة لعاصمة مملكة الجنوب اللي هي نخب، ودي بيتقال عليها الكاب حاليا شمال مدينة إدفو ومحافظة أسوان. طيب لون التاج بقى، الملك اللي موجود في الشمال كان بيلبس تاج كعادة الملوك قديما، كان لونه أحمر. التاج الخاص بملك الجنوب كان لونه أبيض. طيب شعار مملكة الشمال نبات البردي، الجنوب زهرة اللوتس. الشعار بقى الحاجة اللي هم مشهورين بيها في الشمال كده، كان مشهور قوي زراعة نبات البرد فكان عليهم أرض البرد أو مشهورين بنبات البرد. في الجنوب كانوا بيزرعوا زهرة كده اسمها زهرة اللوتس، فده معروف بالبردي وده معروف باللوتس، فده
خلاه شعار موجود بقى على اعلامهم كده وحاجه بتميزهم. والجنوب ظهرة اللوتس. مملكة الشمال كان لها معبود اساسي كده اللي هو ثعبان الكبرى، وفي الجنوب اللي هو انثى النسر. طيب بالنسبه بقى للعاصمه بوطو، تل الفراعين وناخب الكاب والحاجات دي قصتها ايه في الامتحان؟ عايز اطمنك كده، الحاجات دي نادر ان هي تبقى موجوده في الامتحان. اهم حاجه حضرتك تعرف ان عاصمه الشمال بوطو، عاصمه الجنوب نخب. لون التاج في الشمال احمر، في الجنوب ابيض. الشعار في الشمال نبات البردي، في الجنوب زهره اللوتس. المعبود في الشمال ثعبان الكبرى، في الجنوب انثى النسر. ممكن تحفظهم بالطريقه السهله دي: بوطو نخب احمر ابيض برد لوتس كبرى نسر. بوطو نخب احمر ابيض برد لوتس كبرى نسر. احفظها بقى بالطريقه دي اللي قلنا في الاول. طبعا مملكة الشمال وبعد كده مملكة الجنوب، وهكذا بقى في التاج والشعار المعبود. تاني نقولها تاني: بوطو نخب احمر ابيض بردي لوتس كبرى نسر. بوطو نخب احمر ابيض بردي لوتس كبرى نسر. عندي بالنسبة للعصر اللي بعد كده العصر العتيق، اللي بيشمل الأسرتين الأولى والثانية. في العصر العتيق بقى، قبل ما يبدأ بقى العصر العتيق، ظلت البلاد زي ما قلنا في اللي فات منقسمة إلى مملكة شمال ومملكة جنوب، وكانوا مملكتين متحاربتين، حتى ظهر في مدينة طيبة التي كانت تابعة لمملكة الجنوب ملك يدعى مينا أو نعرمر. طبعا طيبة اللي بنقول عليها الأقصر دلوقتي، ظهر فيها الملك بقى اللي وحد مصر اللي هو مينا. الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى، ده أول ملك يحكم مصر، فعشان كده بنقول إن هو كون أول أسرة، ولاده من بعده حكموا لحد ما الحكم انتقل لناس تانيين، فبنقول الأسرة التانية وهكذا. فالملك مينا أو نعرمر هو مؤسس الأسرة الأولى. أهم أعماله بقى إن هو حقق انتصار على مملكة الشمال، ووحد مصر كلها شمالها وجنوبها سنة كام؟ 3200. يبقى أول محاولة للوحدة أو الوحدة الأولى 4242 اللي قلنا نحفظها كده 42 42. طب الوحدة الثانية بقى اللي على يد الملك مينا كانت سنة 3200. بنى عاصمة موحدة هي مدينة منف، اللي كانت معروفة باسم الميناء الجميل وقلعة الجدار الأبيض. ونتيجة بقى لتوحيده لمصر حصل على العديد من الألقاب زي ملك الأرضين، صاحب التاجين، ملك مصر العليا والسفلى، نسر الجنوب، وثعبان الشمال. نيجي لسؤال درس النهارده: ماذا يحدث إذا فشل الملك مينا في الانتصار على مملكة الشمال؟ جاوب حضرتك بقى في الكومنتات، وزي ما قلنا كده واتفقنا في الدروس اللي فاتت، إن شاء الله اللي هيجاوب صح هيتم ذكر اسمه في الفيديو اللي بعد كده، بالإضافة إن هيبقى ليه بوست خاص كده في منتدى الخاص بالقناة. كده يا شباب نكون خلصنا درس النهارده، أتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت بقى يا شباب اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.